تعالي نجهزه مع بعض النهارده غدا حلو وسهل وبسيط كده. وتكلفته قليلة. 10 دقايق يكون جاهز معاكي الغدا. يلا بينا نشوف اللي هنجهزه الغدا سوا مع بعض ايه. معانا حسبتين من الكزبرة. اول حاجه غسلناها كويس جدا، همسك اقطعهم اجيبهم بقى كده، وبعد ما نشفوا هبدا اقطعهم كده. وممكن تستغني عن خطوه التقطيع ديت وتسيبها سلامه زي ما هي، وانا هقولك ازاي تستخدميها. هقطعهم كده كل كميه الكزبره اللي عندي، والكميه اللي اقطعها احطها كده في بوله. معانا هنا بقى السلق، غسلينه كويس جدا وسايبينه لما ينشف. هتجيبي كده السلق احنا مش عايزين اي عناقيد. تحاولي تشيليه كده على قد ما تقدري زي ما انت شايفه كده. من الورق الاخضر، احنا عايزين الورق الاخضر بس، وتشيلي كده العناقيد منه على قد ما تقدري بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنبدأ بقى ايه، ناخد كده السلق برضو نقطعه كده برضو ايه، تقطيعة صغيرة كده. وبرضو تقدري برضو تستغني عن فكرة التقطيع دي برضو. وهعرفك دلوقتي هتعملي ايه في السلق والبقدونس. تابعي معايا بس. كده احنا معانا بقى ايه الكزبرة والسلق. هتحطيه كده في الخلاط وتحطي عليهم كده ربع كوباية من المية كده. لو لقيتي مثلا مش هيضرب معاكي في الخلاط، تقدري مثلا تزودي شوية مية كمان صغيرين وتاخديه تضربيه تصفيه. فكرة بقى ان انت ما تقطعيش الكزبرة ولا السلق، ان انت ممكن تحطيه سليم زي ما هو كده في الخلاط وتضربيه. بس انا يعني افضل انك انت تقطعيه وبعد كده تحطيه في الخلاط عشان يمشي معاكي في الخلاط وكده بشوية مية صغيرين. اهم حاجة بعد ما تضربيه في الخلاط هتنزلي عليه، بتنزلي تصفيه في المصفى كده على قد ما تقدري. وتاخدي تسيبي ميته ما ترميهاش، احنا عايزين ميته تحتفظي بيها. واللي هو في مصفى تكون ضيقه مش هتنزل معاكي اي حاجه، تحتفظ بيها ايه بالالياف بتاعه السلق والكزبره. تاخديها ايه تحطيها في بوله لوحدها. هنبدا بقى نطبخ الفراخ دي، نص فرخه كده بس فرخه صغيره. هحط معلقه سمنه واشوحها كده مع بصل وطماطم وجزر ولا لوري وحبهان، وتشوحيهم مع بعض كويس جدا. وتاخد معاكي كده تحسي ان هي ايه، خدت معاكي لونها. تنزلي عليها بقى ميه وتحطي بقى الملح وكمون وكزبره وسبع بهارات، وتهدي عليها بقى وتسيبها تستوي مع نفسها. هي مش تاخد معاكي سوا لان الفراخ دي صغيره او الفرخه دي صغيره، فتستوي معاكي بسرعه. هبدا بقى نطبخ الرز، نحمر الشعريه وننزل عليها بالرز ونشوح الرز كده مع الشعريه. وكده ننزل بقى بالميه والملح بتاعك بقى، وتسيبي بقى ايه الرز ايه يستوي بتاعك. طبعا كلنا شاطرين ونعرف نعمل الرز. والفراخ هنا كانت استوت معانا، وزي ما قلت لكم ان هي ما خدتش معانا سوا عشان هي كانت صغيره زي ما قلت لكم. هطلع كده الفراخ من الشوربه، وهاخد بقى الشوربه صفيها كده بقى في الحله اللي احنا هنطبخه فيها القلقاس. شوفي انت تطبخي في حله ايه وتحطي كميه الشوربه المناسبه على كميه القلقاس اللي انت تطبخيها. القلقاس ده انا كنت مفرزاه وحطاه في الفريزر ومنزله لكم طريقه التفريز. لو ما اتفرجتيش على الفيديو بقيت ادخلي عليه واتفرجي عليه. هتنزلي بقى كده، شفتي معانا القلقاس ما شاء الله مطلعين اهوت، لونه جميل وحلو وما اسمرش معانا ولا غير لون وجميل اهوت. هتنزلي بقى كده ايه، نسيبه كده في الشوربه كده اللي هو ياخد بس عشان لما القلقاس عشان كان في الفريزر لما نزل في الشوربه بردها، بس يبدا يغلي معانا كده وتحسي ان القلقاس بدا يدخل معانا في السوا. هتنزلي عليه بالميه الخضار اللي احنا مصفيينها. تنزلي عليه كده، كنت بنت عليها واحده واحده كده عشان كنت عايزه احاول اظبط لون الخضار بتاع يعني لون الاخضر بتاع الشوربه بتاعتنا. هابدأ بقى اللي أنا كده إيه أحمّر معانا السلق. تنزلي كده بمعلقتين كده من السمنة كبار كده. السلق بيحب الخضار السمنة الكتير. فتبدئي بقى تحمّري كده فيه بقى كده. تبدئي تحمّري كده في السلق كده، وتقومي نازلة عليه كده بمعلقة من التوم، وتفضلي بقى تقلّبي فيهم كده. وعليهم معلقة من الكزبرة كده. وتفضلي تقلّبي فيهم كده لحد بقى إيه، ما ريحتهم تطلع معاكِ كده والتوم بتاعِك يبدأ بقى يصفر كده والسلق بتاعِك كده بقى يبدأ يحمر معاكِ كده. شوفي بقى انت عايزة يبقى لونه ايه بقى يعني. عايزة لونه اغمق من كده، تبدأي تحمري فيه شوية اكتر من كده يعني. بس هو كده حلو قوي. الريحة في الوقت ده جميلة جدا معاكي. خلاص بقى تبدأي تنزلي بيه كده على القلقاس. انا كنت مهديه عليه النار وانا بحمر السلق بالثوم. تنزلي بقى وتبدأي تقلبي كده وتسيبيه.
هو كده بقى يبدأ يستوى معانا كده، السلق بقى معانا تمام أوي، وأنا ببقية الشوربة حمّرت لسان عصفور وهاحط عليهم بقية الشوربة، ونعمل برضه إيه شوربة لسان عصفور جنب الأكل كده إيه للأولاد والّا حاجة لمّا ييجوا ياكلوا أحطها لهم جنبها. شوفوا السلق بتاعنا معانا ما شاء الله لونه جميل وحلو واستوى معانا وما خدش معانا وقت، وحمّرت الفراخ بتاعتي، حمّرتها في الair fryer كده، دخّلتها الair fryer خدت معانا اللون الحلو ده. تعالوا ندوق بقى معانا كده ونشوف إيه طعمه. ما شاء الله بجد كان جميل جدًا وحلو أوي خفيف، وطبعًا دي من الأكلات الشتوية القلقاس طبعًا من الأكلات الشتوية الحلوة معانا. أهم حاجة لو وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتيش لايك للفيديو أتمنى منِّك تعملي لايك للفيديو وتشتركي عندي في القناة، واشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.